حكمت المحكمة حضوريا بإعدام الجاني أحمد الزويكي بعد قتله للمجني عليه ظلما وعدوانا بكل وحشية، ولم يقم المجني عليه سوى باغتصاب شقيقة أحمد الزويكي المعاقة ذهنيا، ومن ثم الخروج من السجن والاعتداء عليهم مرة أخرى. يعني هكذا يحكم القاضي. إيش هيقول؟ يعني خليكم من هذا القاضي، هذا قد حكم بإذن الله مع عدمه، وبإذن الله الشعب كله يوقف في هذه الحملة، والدولة حقنا بإذن الله أن توقف هذا الحكم. أنا من القاضي الأول الذي خرجه بعد ما اعترف الرجال نفسه إنه فعل وترك خرج الله 6 أشهر. ليش؟ يعني في كل دولة حتى أمريكا اقتل 2 اعدام، يعني سجن مدى الحياة. اغتصب بنت اعدام. الدولة الثانية تغتصب قاصر اعدام. هذا فعل جريمة حدها الحرابة. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعني إيش؟ يعني إنك تنفيه من الأرض. هذا قدو لو نفيته فعلت بحكم الله ونفيته من الأرض، هل كان حيرجع مرة ثانية لا عند أحمد الزويكي عشان يقتله؟ أكيد لا. يعني هذا ارتكب جريمة ما قد كتبوها القانون، هذا ما قدش موجود إنك تغتصب واحدة معاقة قاصرة. هذا يحاول قانون جديد إن شاء الله إنه يدخلوا عند مستشفى مجاني ويطيبون باسهم، دون غير سكاكين يطيبون باسهم. نتمنى من الشعب كله إنه يوقف مع هذه الحملة